الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الشيطان عندما عصى الله، من كان شيطانه؟ سؤال خطير جدا. الشيطان عندما عصى الله، من كان شيطانه؟ اسمعوا وهذه الكلمات لتعرفوا من هو الشيطان الحقيقي لنا. احذر أخي المسلم، احذري أختي المسلمة. نحن الآن سندخل إلى شهر كريم، ألا وهو شهر رمضان، حيث تسلسل الشياطين وتزول خطرها. ولكن اسأل نفسك سؤال: لماذا أخي، لماذا أختي، بالرغم من تسلسل الشياطين وحجب الله خطورتها عنا، لماذا بالله عليك، بالله عليك، لماذا بعض من الناس إن لم أكن معظمهم يقع في بعض المعاصي والذنوب، ولا سيما وهو صائم؟ بالله عليكم قولوا لي، من المسؤول؟ هل هو الشيطان؟ أقول لك لا، فهو مسلسل كما ورد في الحديث الشريف. إذن فمن هو المسؤول؟ من هو المسؤول عن هذه المعاصي والذنوب؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك، ستجد الإجابة حتما. هي النفس، نفسك أنت، هي التي أمرتك كل هذا، هي التي أمرتك بالمعاصي، هي التي أمرتك بالذنوب، هي التي أمرتك بكل ما هو مخالف لدين الله. فاحذر أخي، احذري أختي من النفس، فهي والله أخطر عليك من الشيطان. إن كلمة نفس هي كلمة في منتهى الخطورة، وقد ذكرت في القرآن الكريم في آيات كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن نؤمن بالله عز وجل ونذكره ونصلي في المسجد ونقرأ القرآن ونتصدق إلى آخره، وبرغم من ذلك فما زلنا نقع في المعاصي والذنوب. فلماذا؟ السبب في ذلك هو أننا تركنا العدو الحقيقي وذهبنا إلى عدو ضعيف. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما العدو الحقيقي هو النفس. نعم، فالنفس هي القنبلة الموقوتة واللغم الموجود في داخل الإنسان. فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله تبارك وتعالى في سورة غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقوله تبارك وتعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة. وقوله تبارك وتعالى في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقوله تبارك وتعالى في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. لاحظوا أن الآيات السابقة كلها تدور حول كلمة النفس. فيا ترى ما هي هذه النفس؟ يقول العلماء أن الآلهة التي كانت تعبد من دون الله
اللات والعزى ومنات وسواع وود ويغوث ويعوق ونسرا، كل هذه الأصنام هدمت ما عدا إله مزيف ما زال يعبد من دون الله إلى اليوم وإلى الأبد. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ومعنى ذلك أن هوى النفس إذا تمكن من الإنسان فإنه لا يصغى لشرع ولا لوازع ديني، لذلك تجده يفعل ما يريد. فيقول الإمام البصري في بردته: وخالف النفس والشيطان وعصيهما. ففي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل يقول الله تبارك وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. عندما تسأل إنسان وقع في معصية ما وبعد ذلك ندم وتاب: ما الذي دعاك لفعل هذا؟ سوف يقول لك: أغواني الشيطان. وكلامه هذا يؤدي إلى أن كل فعل محرم وراءه شيطان، إن السبب في المعاصي والذنوب إما من الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان خطر ولكن النفس أخطر بكثير. لذا فإن مدخل الشيطان على الإنسان هو النسيان، فهو ينسيك الثواب والعقاب، ومع ذلك تقع في المحظور. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وأخيرا نتضرع إلى المولى عز وجل ونقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.